بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الحضور الكريم، السيد نائب رئيس مجلس الشعب الولائي السيد معتمد مديرية الشؤون الدينية، الشيخ الصحفيين بولاية الوادي، شيوخنا الأفاضل، السيد رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، أيها الجمع الكريم، السيد نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي، السادة الحضور كل باسمه ومقامه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ها نحن اليوم في هذا اليوم المبارك نفتتح وإياكم فرعا جديدا من فروع دور القرآن الكريم، ألا وهو فرع الفتح لمدرسة الشيخ عبد الحميد ابن باديس بالخبنة. فأكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. مع الافتتاح بالقرآن الكريم آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الشيخ بشير حوامدي، تفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال قائدنا ورسولنا لمن الشاهدين. نستسمح الحضور للوقوف لأداء النشيد الوطني. إذن سنعيش وإياكم في هذه الأمسية الطيبة حفل افتتاح فرع الفتح للمدرسة القرآنية مدرسة الشيخ عبد الحميد بن باديس بالخبنة. هناك الكثير من الرجال والكثير من السواعد في هذه البلدة الطيبة رفعوا الكتاب فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام، فكان سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. بعد أن استمعنا إلى المقطع الأول للنشيد الوطني، نستمع أيضا إلى المقطع الأول لنشيد الجمعية، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب. مباشرة إلى كلمة ترحيبية يلقيها على مسامعكم عضو الشعبة الشيخ علي زكري، فليتفضل مشكورا غير مأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم اليوم في هذا الحفل المبارك الذي نجتمع فيه لافتتاح صرح من صروح الخير والعلم، مدرسة تحفيظ وتعليم القرآن الكريم في هذا الحي الطيب. إنها لحظة فخر واعتزاز
أن نرى هذا المشروع يتحقق بفضل الله أولا، ثم بجهود المخلصين من أبناء هذا الحي الكريم الكرام الذين آمنوا برسالة القرآن الكريم وضرورة غرسه في نفوس الأجيال القادمة. أيها الأحبة، إن القرآن الكريم هو النور الذي يهدي إلى الصراط المستقيم، وهو زاد الأرواح وشفاء القلوب. قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الآية الإسراء. ومن هنا فإن هذه المدرسة ستكون بإذن الله تعالى منارة علم تهدف إلى تعليم النشء كتاب الله حفظا وفهما وتطبيقا. إننا في هذا اليوم المبارك نتذكر فضل من يسعى لتعليم القرآن وتعليمه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وما أجمل أن يكون في كل حي مدرسة تخرج حفاظا لكتاب الله يحملون الرسالة المقدسة وينيرون بها دروب الناس. نسأل الله أن يجعل هذه المدرسة منارة علم وهدى، وأن يبارك في الجهود التي بذلت لإقامتها، وأن يوفق القائمين عليها لما فيه الخير. كما نشكر كل من ساهم ولو بكلمة أو فكرة أو دعاء في إنجاح هذا المشروع المبارك. وأخيرا نسأل الله أن يتم علينا نعمته، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك شيخ علي زكريا على ما قدمت، وجعل الله ما قلته في ميزان حسناتك يوم القيامة إن شاء الله. حملوا على أكتافهم أحلامهم، يبنون صرحا بالتقى مزدانا، جهد تنوء به الجبال تصدعا، وتفيض منه قلوبنا عرفانا. الآن مع كلمة رئيس المكتب الولائي لجمعية العلماء المسلمين بالوادي السيد مختار قديري، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تتنزل البركات والرحمات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. فالحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها نعمة، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله على نعمة القرآن وكفى بها نعمة، والحمد لله على نعمة الاجتماع. وصلى الله وسلم على من نزل القرآن بلسانه واختاره لأدائه وبيانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مشايخنا الكرام، السادة الأفاضل، ممثلو السلطات المحلية والولائية، رجال الإعلام، أعيان بلدة الخبنة ولزارك وطرفاوي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحللتم سهلا ونزلتم سهلا، ونسأل الله عز وجل أن يباهي بنا في هذا المجمع المبارك ملائكة السماء، كيف لا ونحن نحضر افتتاح حاضنة من حواضن القرآن الكريم. أيها الأكارم، يقول شاعر الثورة مفتي زكريا: وفي الدار جمعية العلماء تنير القلوب بوحي السماء، وتهدي النفوس الصراط السوية، وتهدي النفوس الصراط السوية، وتغرس فيها معاني الإباء، وترسي جذور الأصالة في الشعب، وترسي جذور الأصالة في الشعب، تمحو بها وصمة الدخلاء، وتبني المدارس في عرض البلاد، وتبني المدارس في عرض البلاد، فيعلو ابن باديس فيها البناء، فيعلو ابن باديس صرح البناء،
ويعضد باديس فيها البشير، ويعضد باديس فيها البشير فتزخر بالخلص الأوفياء. نعم، هذه هي جمعية العلماء، وهكذا أرادها العلماء الماهدون المؤسسون، أرادها أن تبني المدارس في عرض بلادنا الحبيبة، وأن تصنع لنا السادة والقادة. أيها الأحباب، مدرسة ابن باديس لجمعية العلماء المسلمين هي امتداد للحواضن والحصون القرآنية الباديسية. فكما كانت هذه المحاضن التربوية والحصون قبل الاستقلال مصنعا لصناعة القادة والسادة، فصنعت لنا الشهداء الأبرار، وصنعت لنا المجاهدين الأحرار، ستكون بإذن الله. صنعت لنا كذلك بعد الاستقلال الجيل القرآني الذي تعلق عليه هذه الأمة آمالها وآجالها. يقول الإمام عبد الحميد ابن باديس عليه رحمة الله: إننا ولله الحمد نربي أبناءنا على القرآن، ونوجه نفوسهم إلى القرآن في كل يوم، من أول يوم وفي كل يوم. والغاية التي ستتحقق أن يكون القرآن منهم رجالا كرجال سلفهم، وعلى هؤلاء الرجال الربانيين تعلق هذه الأمة آمالها. لذلك فالمدارس القرآنية هي المحاضن التي تخرج لنا القادة والسادة والعلماء، فأخرجت لنا ولله الحمد السادة والقادة الذي بنوا بلادنا الحبيبة. أيها الأحبة، لقد استرعانا الله وإياكم هذه المدارس، تبث الهدى والنور، تربي تربية على القرآن الكريم والسنة النبوية، وبثا لمنهج الوسطية والاعتدال الذي جاءت به هذه الشريعة الغراء، وإبعادا لمظاهر الغلو والتطرف وتنويرا للعقول. لذلك كانت هذه المدارس القرآنية خادمة لهذا الدين وحارسة لهذا البلد الغالي. أيها الأحبة، تربية الجيل أو تربية الأجيال، تربية الجيل القرآني هي أمانة في أعناقنا. تربية الجيل هذه تحتاج تضافر الجهود، ليست مهمة مدرسة ابن باديس فقط، فهي مهمة الجميع. علينا أن نساهم جميعا في تربية الأبناء، لأنه من الغش إخواني الانصراف عن تربية هذه الأجيال، من الغش الانصراف أو الاشتغال عن تربية هذه الأمور عن تربية هذه الأجيال بسفاسف الأمور. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. إذن أحبائي، الله في هذه المدارس بذلا وعطاء وتضحية. المدارس هذه مش يقوم بها واحد، لازم الجميع نتعاون في دعم هذه المدارس. إذا حبينا نبني الجيل القادم هذا اللي يتعلق عليه، يبني هذه الأمة وينصر هذا الدين ويخدم هذا الوطن الغالي، لا بد أن تتضافر الجهود. فالله في هذه المدرسة بذلا وعطاء وإنفاقا، والله في الأجيال القادمة لا تنصرفوا عنها، ما تشغلكمش الصوارف عنها. ختاما عندي وصية على كل حال، أوصيكم بالرجال أصحاب المشاريع الرسالية خيرا. هناك رجال الله عز وجل سخرهم لخدمة هذا الدين ولخدمة هذا القرآن، يسخروا وقتهم وجهدهم وأموالهم لخدمة هذا الدين. بصراحة يا إخواني يحتاجوا إلى دعمنا، لأنهم مهما كان كعود وحدة يتعب. أخونا محمد ربي يحفظه مصباح، منذ عرفته أوصيكم به خيرا بصراحة. منذ عرفته من 2002 اللي في جمعية العلماء، وأول ما تحلت عيني، وكان قبل ما نجيني أصلا قايم بالدعوة، ربي يحفظه إن شاء الله، وبالمنطقة وحارس على أبناء المنطقة. من جيت هني لقيتها حال مدرسة، يا ربي نظن جيتها في مدرسة تاع الزبس، مشيني عارف الخبنة هني، كان واحد المدرسة في 2022 مع الشيخ الفاضل هذا
ربي يحفظ الشيخ محمود، لقيته مريحنا وكان حامل هم تاع المنطقة هذا وهم الدين وهم تربية الأبناء تاعنا والهم القيام. لذلك بصراحة يحتاجوا إلى دعم الجميع، أهل الخير والإحسان يحتاجوا بالكلمة الطيبة وبالإنفاق. ختاما الشيخ أختم كلمة فقط. الشيخ البشير الإبراهيمي لما كمل بناء دار الحديث في التمسان سلم المفتاح الشيخ ابن باديس. لذلك ابن باديس دعا وحد الدعاء نختم به كلمتي هذه، قال: ربنا أدخلنا مدخلا مباركا وأنت خير المنزلين، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم جميعا. بارك الله في الشيخ مختار قديري ونفع الله به. طبعا جمعية العلماء المسلمين وبالخصوص مدرسة الشيخ عبد الحميد بن باديس بالخبنة هي ليست وليدة اللحظة، إنما هي مجهود وثمرة نشاط الكثير من السنين. سنستعرض وإياكم في شريط فيديو من إعداد المربيات ومعلمات المدرسة يوثق بعض النشاطات وبعض ما قدمته المدرسة خلال السنوات القليلة الماضية. واقع المدرسة من سنة 2017 إلى اليوم. كان 28 جان في 2017 حدثا مهما في تاريخ مدرسة الشيخ عبد الحميد بن باديس للتعليم القرآني بخبنة التريفاوي، حيث تم تخرج الدفعة الأولى لحافظات كتاب الله تعالى، والتي سميت بدفعة الشيخ خوازم إبراهيم، وضمت 17 خاتمة، منهن من بدأن مسيرة التعليم قبل الختم، ومنهن من فتحت لهن أفواجا بعد الختم، فكان ذلك سببا في توسع أفواج المدرسة واستيعاب أكبر عدد من الوافدين عليها. أولا، عدد المنتسبين للمدرسة في الوقت الحالي. توسع النشاط التدريسي للمدرسة، حيث بلغ عدد المنتسبين إليها 660 طالبا من فئات متعددة، شملت فئة الناشئة من الابتدائي والمتوسط والثانوي، وفئة الأمهات من الأميات والمتعلمات، وفئة الإطارات من الجامعيات والعاملات. وتتوزع هذه الفئات التعليمية على 27 فوجا تحت تأطير 22 معلمة في جناح النساء، وفوجين لمعلم واحد في جناح الرجال. ثانيا، منهج التدريس المتبع في المدرسة. أولا، منهج تدريس كبار الحفظة بعد حفل تكريم الدفعة الأولى في 2017، والذي كان سببا في زيارة المقرئة السورية لينا محمود هاشم لمدرسة الشيخ عبد الحميد بن باديس. توسعت أفق الدراسة إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التأسيس، حيث تتلقى الطالبة خلال سنة كاملة الأحكام النظرية مع التطبيق على جزئي عامة وتبارك وتفسير المفردات الصعبة، ومن بعدها تخضع الطالبة إلى امتحان في الأداء والأحكام والحفظ وفهم المفردات، فإن نجحت كانت قد حازت على القراءة الصحيحة التي تؤهلها للمرحلة الموالية. المرحلة الثانية مرحلة الحفظ والتثبيت، حيث تبدأ الطالبة في الحفظ من سورة البقرة ما عدا فوج الناشئة الابتدائي والمتوسط، مع القراءة بالتحقيق لضبط الأحكام وتعلم وجوه القراءة الواردة في الرواية، وكذا تفسير الجزء المحفوظ مع إجراء الامتحانات لكل سورة، ثم الجمع بين السور وإجراء امتحان لكل 5 أحزاب، وهكذا يتم إجراء امتحان الربع ثم النصف، حتى تأتي الطالبة على القرآن الكريم كله بهذه الطريقة، مع إدراج دروس التفسير والتزكية والسيرة النبوية والفقه. المرحلة الثالثة مرحلة الإجازة بالسند، وتمر الطالبة بمستويين. الأول مستوى التأهيل للإجازة،
حيث يتم تسميع الطالبة القرآن الكريم من محفوظها مع التركيز على أحكام التجويد العامة وأصول رواية الإمام ورش والتدريب على الإعراب والوقوف والابتداء، حتى إذا تمكنت الطالبة انتقلت إلى المستوى الثاني وهو مستوى الإجازة، ويتم فيه عرض الطالب القرآن الكريم بالسند المتصل إلى الحضرة النبوية الأفصحية من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس حفظا وأداء مع قراءة وإجادة متن منظومة المقدمة الجزرية حفظا وشرحا، ومتن الأجرمية شرحا، ووقفات تدبرية في التفسير والوقف والابتداء. ثانيا، منهج تدريس الناشئة. يمر برنامج تدريس الناشئة بمرحلتين. المرحلة الأولى يتلقى فيها الطالب القرآن الكريم من الناس إلى الملك تلقينا وتفسيرا مع الأذكار النبوية والقاعدة النورانية في التهجئة والقراءة ومنظومة أحسن الأخلاق والمنيرة في مهم علم السيرة وكتاب سلسلة منهاج المسلم الصغير، كلما انتهى من مقرر دخل في الآخر على التوالي. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. المرحلة الثانية يتلقى فيها الطالب إضافة إلى القرآن الكريم من الملك إلى ربع القرآن تلقينا وتفسيرا منظومة تحفة الأطفال في التجويد والأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية في السيرة النبوية والأربعين النووية في الحديث ودورات موسعة في المكتسبات السابقة. المرحلة الثالثة بعد المرحلتين السابقتين ينتقل الطالب إلى مرحلة الحفظ والتثبيت كما في منهج التعليم لكبار الحفظة. ثالثا، الأنشطة التعليمية والعلمية. 1. الأنشطة التعليمية. توسع النشاط التعليمي في فئة ما دون سن التمدرس، حيث احتوى على مشروعين. الأول مشروع رياض الأطفال تحت مسمى روضة شعاع الأمل، ويضم براعم الروضة دون سن التمدرس موزعين إلى قسم تمهيدي و3 أقسام تحضيرية بعدد 87 برعما. والثاني مشروع نادي الآفاق، والذي يضم براعم روضة شعاع الأمل بعد نهاية الموسم الدراسي في برنامج علمي متكامل يتم فيه تدريس القرآن الكريم والآداب والأخلاق والقيم والمهارات، بالإضافة إلى التأسيس اللغوي والرياضي، ويشمل حوالي 80 متتلمذا. الذي أنكر ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. 2. الأنشطة التعليمية تمثلت في النشاطات والمسابقات. نشاط بمناسبة إحياء يوم العلم في أفريل 2019، نشاط بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في نوفمبر 2019، مسابقة القرآن الكريم وعلومه الطبعة الأولى في رمضان 2021، مسابقة القرآن الكريم وعلومه الطبعة الثانية في رمضان 2022، المحاضرات والدورات والورشات، محاضرة الأهداف التربوية والتعليمية للحلقات والمدارس القرآنية ودور الآباء في دعمها أوت 2017، محاضرة رسالة إلى الأخت المسلمة الطريق إلى طلب العلم في فيفري 2020، دورة تكوينية في فقه الصيام جويلية 2017، دورة أفلا يتدبرون القرآن في ماي 2018، دورة في القاعدة النورانية في شهر فيفري 2021، دورة قواعد تربوية في تربية الأبناء في مارس 2020، دورة في شرح متن الآجرومية عن بعد صيف 2020، ورشة تدريب وتأهيل الطاقم التربوي في جوان 2021. أنعم بجيل حافظ ومجود يتلو الكتاب مرتلا متدبرا يا نفحة الأبرار. يا رب أكرم من يعيش حياته
لكتابك الوضاء لا يتوانى، يا منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك فاقبل يا كريم دعانا. اجعل كتابك بيننا نورا لنا، أصلح به ما ساء من دنيانا، واحفظ به لنا الأوطان واجمع شملنا، فالشمل مزقا والهوى أعيانا، وانصر به قوما تسيل دماؤهم في القدس في غزة وفي لبنان. أيها الجمع الكريم، سنحيل الكلمة بعد لحظات إلى رجل تقاعد ولكنه لم يتقاعد مثل غيره من الناس. هذا الرجل تقاعد ليقوم على خدمة القرآن الكريم، وكما يقول المثل عندنا: خدام الرجال سيدهم، فما بالك بمن يخدم الرجال والنساء. فبفضل جهود هذا الرجل وجهود ابنه الشيخ جمال والشيخ محمود والكثير، لا ننسى كذلك الحاج العيد، ربي يحفظه إن شاء الله، تعذر عليه الحضور بسبب المرض، نسأل الله تعالى أن يشفيه ويشفي جميع المسلمين. إذن هذا الرجل تقاعد ليقوم على خدمة القرآن الكريم، فبفضله وبفضل جهود من معه تخرج الكثير من الشباب والأطفال. من بين هذه الشباب من أراهم أمامي، وكذلك من بينهم الكثير من الفتيات والنساء في بيوتهم. وهذه المدرسة أصبحت خلية نحل، كما شاهدنا في الفيديو، فهي تحوي على أكثر من 600 متتلمذ ومتتلمذة. الكلمة الآن إلى الشيخ مصباح حوامدي ليلقي كلمته، ثم يعلن عن الافتتاح الرسمي لهذا الفرع، فرع الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نزلتم أهلا، نزلتم أهلا، نزلتم سهلا، حللتم أهلا ونزلتم سهلا، وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، ويجعل خطواتكم في ميزان حسناتكم إن شاء الله. أما بعد، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إننا اليوم فرحين جدا بهذا الصرح، لأننا منذ عام أو أكثر من العام بشهرين نادينا في المسجد وتكلمنا بأننا باش نشرع في مشروع هذه المدرسة، وبدأنا العمل فيها، والحمد لله من ذلك الوقت لم يتوقف العمل إلى نهايته، وهذه أكبر نعمة. ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل من ساهم من بعيد أو من قريب، واللهم أجعل صدقاتهم في ميزان حسناتهم، واللهم استرهم في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله، ورب يجزيهم كل الجزاء. والحمد لله فتحنا هذه المدرسة اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، ونحن فرحين فرحا كثيرا. ولذا نطلب من الجميع الإعلان، نشهد الجميع على الإعلان الرسمي في هذه اللحظة، وتفضلوا مشكورين لتحضروا معنا الافتتاح وتطلعوا لفوق إن شاء الله باش تشوفوا الأقسام
وتتناولوا بعض المفرحات إن شاء الله. بارك الله فيكم ورب يجزيكم إن شاء الله. بارك الله فيكم ومرحبا بكم وربي يوفقكم ان شاء الله وربي يوفقنا احنا ان شاء الله خدمتكم. ثاني